لازم نعرف تقسيم الحيوانات. فاحنا عندنا الحيوانات بتقسم طبقا للنظام الغذائي وطبقا للتركيب التشريحي للقناة الهضمية. فعندنا طبقا للنظام الغذائي بتقسم لنوعين اتنين. النوع الاولاني اكلات عشب زي المقطرات اللي هي البقر والجاموس والاغنام والماعز، ودي عندها قدرة على هضم الالياف. اما النوع الثاني اسمه اكلات لحوم اللي هو القطط والكلاب، ودي ليس عندها القدرة على هضم الألياف. طبعا الألياف ديت موجودة في خامات الأعلاف زي الأدبان والأعلاف الخضراء. الأدبان طبعا زي أي تبن موجود عندنا، والأعلاف الخضراء زي البرسيم والذرة والضراب. الألياف ديت بيبقى فيها عنصر السيلولوز، وده عنصر معقد التركيب وصعب الهضم، فلذلك النقطة دي هتاخدنا للنقطة الثانية وهو التقسيم طبقا للتركيب التشريحي للقناة الهضمية. فهنلاقي ان هي بتقسم الحيوانات لنوعين اتنين، نوع وحيد المعدة زي القطط والكلاب، والنوع الثاني مركب المعدة زي البقر والجاموس والأغنام والماعز. طبعا الحيوانات وحيدة المعدة زي القطط والكلاب عملية الهضم فيها بتتم عن طريق إفراز الإنزيمات من المعدة اللي بتساعد وبتسهل عملية الهضم. أما في الحيوانات متعددة المعدة أو مركبة المعدة زي المقطرات الهضم فيها بيتم عن طريق الميكروفلورا والبكتيريا النافعة الموجودة في كرش الحيوان. فبناء عليه ما ينفعش القطط والكلاب تتغذى على أكل المقطرات، ولا ينفع المقطرات تتغذى على أكل القطط والكلاب. نيجي لموضوع الحلقة وهو التخمة أو اللكمة أو النفاخ. طبعا اللكمة ليها أسباب. أول سبب إن يكون الحيوان متعود على الأدبان أو الأعلاف الخضراء وفجأة أدخله على الأعلاف المركزة، ده السبب الأولاني. السبب الثاني إن يكون الحيوانات مقرراته الغذائية مثلا 2 أو 3 كيلو من الأعلاف المركزة وأنا أحط له 5 أو 6 كيلو. السبب الثالث إن أغير من نوع علف لنوع آخر فجأة. السبب الرابع عندي ممكن يسبب إلى اللكمة أو التخمة إن يكون الحيوان بيتغذى على أعلاف مخزنة بقالها فترة طويلة. طبعا احنا قلنا الهضم في المقطرات أو في البقر والجاموس والأغنام والماعز بيتم عن طريق الميكروفلورا أو البكتيريا النافعة اللي موجودة في كرش الحيوان. فاحنا لو جينا نشوف التركيب التشريحي للقناة الهضمية للمقطرات هنلاقي إن القناة الهضمية بتبدأ من الفم حتى المستقيم. طبعا الحيوان بيتناول الغذاء عن طريق الفم وبعد كده بيطحنه بالأسنان طحن بسيط، وبعد كده بينزل عن طريق البلعوم من المريء إلى المعدة. قلنا المعدة ديت مركبة يعني مكونة من 4 حجرات اللي هو الكرش والشبكية والورقية والأنفحة. فالأكل أو الغذاء بينزل من المريء على الكرش، وده مساحته من المعدة حوالي 87%، وموجود فيه بكتيريا بتساعد الحيوان في عملية الهضم. طبعا دي كائنات حية لها احتياجات علشان خاطر تعيش، فاحتياجاتها درجة حرارة مناسبة وغذاء وتوازن بين الحامضية والقلوية في كرش الحيوان. طيب ايه علاقة دوت بالأعلاف اللي ممكن تسبب لكمة للحيوان؟ طبعا احنا قلنا الأسباب اللي بتؤدي للكمة إن أنا أأكل الحيوان أعلاف وهو يكون متعود على الأعلاف الخشنة أو الأعلاف الخضراء. فهنا أنا برفع نسبة الحامضية في كرش الحيوان عن طريق الأعلاف. فالميكروفلورا والبكتيريا اللي موجودة بتساعد الحيوان على الهضم يبدأ نشاطها يقل، وفي المقابل تنشط البكتيريا الضارة فيقف كرش الحيوان. فده التفسير العلمي للكمة. دي أول حاجة. تاني سبب قلنا إن احنا لو ادينا الحيوان كميات أكبر من الكميات المقررة له، يعني هو مثلا لو احتياجاته 2 كيلو في الوجبة احنا مثلا بنديله 4 أو 5 كيلو، فطبعا دوت برضه بيأثر على الوسط الحامضي في كرش الحيوان ويرفع نسبة الحموضة في الكرش، وده بيئة غير مناسبة وغير صالحة لنشاط ونمو البكتيريا النافعة اللي بتساعد الحيوان في عملية الهضم. فهنا برضه يقف كرش الحيوان ويتصاب باللكمة. ثالث سبب لو أنا غيرت من نوع علف لنوع علف آخر برضه يسبب لكمة، لأنه بيغير في الوسط الحامضي في كرش الحيوان وبيقف كرش الحيوان ويصاب الحيوان باللكمة.
رابع سبب عندنا اللي احنا قلنا عليه اللي هو ان الحيوان يتغذى على اعلاف مخزنه لفترات طويله. طبعا لما بيكون في اعلاف مخزنه لفترات طويله نسبه الحموضه بترتفع في الاعلاف ديت، والسموم الفطريه زي الافلاتوكسين والاوكراتوكسين بتنشط وتنمو في الاعلاف، فده بيأثر على البيئه داخل كرش الحيوان اللي المفروض بيعيش فيها الميكروفلورا والبكتيريا النافعه المسؤول عن مساعدة الحيوان في عملية الهضم. فلازم ناخد بالنا كويس واحنا بنقدم الكميات المقررة للحيوان، لازم نلتزم بالكميات المقررة، ولازم ندرج أثناء تغيير العلف من علف لعلف آخر، ولازم ندرج برضه لو حيوان متعود على الأعلاف الخضراء والأعلاف الخشنة وهدخله على الأعلاف المركزة لازم أدرج له. ليه مسألة التدريج؟ على ما البكتيريا النافعة والميكروفلورا اللي موجودة في كرش الحيوان تتعرف على نوعية العلف الجديد. وبرضه أحاول وأنا بجيب الأعلاف تكون الأعلاف تاريخ إنتاجها قريب، ما بلاقيهاش فترة كبيرة متخزنة، علشان ده بيصيب الأعلاف بالأفلاتوكسين والأوكراتوكسين، ودي سموم فطرية، وكمان بيرفع نسبة الحموضة في العلف وبيأثر على كرش الحيوان. فلازم ناخد بالنا من الامور ديت كويس. حتى واحنا بنعمل العلفه لازم العلفه بتاع الحيوان تبقى متزنه من حيث النسب، يعني ما نعتمدش فقط على علفه تكون رخيصه، لا لازم نراعي ان العلفه تكون متزنه في النسب بتاعتها، لان زي ما قلت لحضراتكم لو في نسبه اعلى من نسبه في العلفه ممكن ترفع درجه الحموضه في العلفه، وبعد كده ياكلها الحيوان تاثر على نشاط ونمو البكتيريا النافعه اللي بتساعد الحيوان في عمليه الهضم ويصاب باللكمه. في الامور ديت مهمه وضروريه جدا.